صباح الخير يا حبايبي، ازيكم؟ احنا النهارده بنتقابل بدري قوي، بس انا ساعات بقابلكم بدري اكتر من كده كمان. احنا الساعة 6:09 الصبح. وحشتوني جدا ومتشكرة جدا على كل الناس اللي شرفوني بالاشتراك في القناة. ميرسي على دعمكم المستمر ليا، وده بيخليني حاسة بسعادة. وكل الرسائل الحلوة جدا والتعليقات الجميلة جدا اللي بتجيلي على الرسائل الخاصة، أشكركم جدا. أنا دايما بحاول أدور على الموضوعات اللي بتشغل تفكيركم وبتتعب أعصابنا ونفسيتنا أحيانا، زي التخن. مين فينا وزنه ما زادش نتيجة الفترة اللي فاتت؟ طبعا الحظر وقعدتنا في البيت وقلة النشاط والخروج اليومي. في ناس كتير فينا وزنهم زاد، وفي طبعا احنا في يعني حميات غذائيه منتشره وكتير جدا. وفي ناس مستقره على انواع معينه من الرجيم مريحاها وكده. لكن مؤخرا في نوع من الدايت اخد اقبال عالي، اقبال مش اسمي، اقبال عالي. اقبال عالي جدا في ان هم يلجأوا ليه، واسمه غريب. اسمه ايه؟ رجيم الجيش. حاجة رياضة كده، حاجة تحفة يعني. في ناس طبعا ما بتلجأش ان هي تعمل حمية غذائية، وبتحاول ان هي عن طريق الرياضة ان هي تخس، وده جسمها بيستجيب ليها. طب ايه هو يعني الرجيم بتاع الجيش ده، وايه السيستم بتاعه؟ خطير جدا جدا جدا، جميل جدا جدا جدا، وانا شايفاه مريح بصراحة. اتمنى لو عجبكم مبدئيا كده الكلام لايك، لان هي دي الدعم اللي انتوا بتقدموه لي، واكون متشكره جدا جدا ليكم. ايه هو رجيم الجيش؟ الرجيم ده حسب اللي ذكرته تقارير طبيه بيساعد ان الانسان يفقد 5 كيلو جرام في 3 ايام. المهم انه يتنفس صح زي ما احنا هنقوله بالظبط. ايه اللي بيحصل جوه الرجيم ده برضو عشان يبقى عندكم تصور؟ الرجيم ده بيعتمد ان انا استهلك كميه قليله من السعرات الحراريه، بان انا باخد عناصر غذائيه بينها تناسق كيميائي بتساعد ان هي تعزز عمليه التمثيل الغذائي وخساره الوزن. بالترتيب كده هقول لكم في اليوم الاول ال3 وجبات، واليوم الثاني 3 وجبات، واليوم الثالث 3 وجبات، وفي اخر الاسبوع ال4 ايام اللي باقيه من الاسبوع هنعمل فيها ايه. وانا هكتب لكم الكلام ده، يعني انا هقوله وهكتبه قدامكم علشان اللي عايز يسجل يسجل. ومعلش اتمنى يعني اللي هيلجأ للرجيم ده، ارجوكم اكتبوا لي النتيجه في الكومنتات. اكون سعيده جدا جدا ان انا لو قدرت اساعد حد فيكم ان هو يرجع للوزن الاساسي بتاعه، او اللي هو نفسه يكونه، وان شاء الله خير. تابعوا معايا. بصوا حبايبي، اليوم الاول في وجبه الفطار هتاخد كوبايه شاي او قهوه حسب اللي انت بتحبه او متعود عليه، شريحه خبز متحمص مع معلقتين كبار من معلقتين الشوربه، يعني العادي اللي احنا بناكل بيها، من زبده الفول السوداني، ونص حبه جريب فروت. الوجبه دي بتحتوي على 308 سعر حراري. طيب الغدا بتاع اليوم الاول برضو كوبايه شاي او قهوه، وبرضو شريحه من الخبز المحمص، وطبعا الافضل انه يكون الخبز بتاع القمح الكامل، ونص علبه تونه. على فكره دي مش قليله والله، علبه التونه دي احنا عيله بناكلوها. نص علبه تونه، تمام. الوجبه دي بتحتوي على 139 سعر حراري. العشاء بتاع اليوم الاول 100 جرام من اي نوع لحم انت عايزه، كوب فاصوليا خضراء، نص حبايه موز. مش تروح بقى تجيب لي الموز المستورد ده. نصها ماشي. تفاحه صغيره، مش تجيب لي التفاحه عشان في تفاحه قد كده، تفاحه صغيره. وممكن ان انا اخد ايس كريم بطعم الفانيليا لو انا اخده شريحه من صدر دجاج خالي من الدهون. ممكن اخد كوبايه جيلاتي بالفانيليا، تمام. الوجبه دي بتحتوي على 619 سعر حراري. ملحوظه مهمه جدا، ما ينفعش في اليوم الاول اتناول وجبات خفيفه.
يبقى لا يسمح بتناول الوجبات الخفيفه في اليوم الاول. اليوم التاني بصوا بقى، مفيش قهوه وشاي والكلام ده، لا. في الفطار هناخد قطعه من الخبز المحمص عند الفطور مع بيضه مطبوخه بالشكل اللي انا حباه، وحبايه موز، واحده موز. الوجبه دي بتحتوي على 223 سعر حراري. طب في وجبه الغداء باخد بيضه مسلوقه و5 قطع من البقسماط المملح المالح ده، وكوبايه من الجبنه المنزليه، دي مش قليله على فكره، كوب جبنه دي مش قليله من الجبنه المنزليه. الوجبه دي فيها 340 سعر حراري. طب في العشاء نص حبايه موز، الموز مهم، شايفين يعني قايلينه في كل الايام تقريبا، ونص كوبايه من الجزر، وكوبايه كامله من القرنبيط اللي هو في الدول العربيه بيقولوا عليه الزهره، و2 هوت دوغ. عارفين الهوت دوغ؟ تكون سخنه، وكوبايه من الايس كريم بطعم الفانيليا. الوجبه دي بتحتوي على 630 سعر حراري. تمام، احنا كده خلصنا. في اليوم الثالث هنفطر ايه؟ شريحه من جبن الشيدر، بحبها قوي على فكره، 5 قطع من البقسماط المملح، ده ياما قوي، وتفاحه صغيره. الوجبه دي فيها 232 سعر حراري. طب في الغدا هنتغدى ايه؟ شريحه واحده من الخبز المحمص، بيضه بس. ملاحظين انتوا من يوم ليوم بنقلل. الوجبه دي فيها 170 سعر حراري. في العشاء نص حبايه موز، هتاخدوا علبه تونه كامله، وكوبايه من الايس كريم. الوجبه دي فيها 460 سعر حراري. احنا كده خلصنا ال3 ايام بتوعنا. التقارير بقى بتقول لنا ايه؟ ان احنا ممكن ان احنا ناكل كل انواع الطعام في ال4 ايام اللي باقيه من الاسبوع، بشرط الا يتجاوز، ركزوا في دي، مجموع السعرات الحراريه اليوميه في اليوم الواحد، يعني قسموها 3 وجبات، 1500 سعر حراري خلال ال3 وجبات. فين؟ في ال4 ايام الباقيه من الاسبوع. يبقى انا اقدر اكل حسب التقارير الطبيه، اتناول كل انواع الطعام في الايام ال4 اللي فاضله من الاسبوع، بشرط الا يتجاوز مجموع السعرات الحراريه اليوميه 1500 سعر حراري. في احلى من كده؟ ابدأوا خدوا قرار. الرشاقه حاجه، احساس حلو جدا، تلبسوا اللي انتوا عايزينه، تتنططوا وتجروا وتلعبوا، الشكل تبقي انت حابه شكلك، مش بتخسي عشان حد، خسي عشان نفسك، او خس عشان نفسك، بيدي شعور بالسعاده وصحه باذن الله. اتمنى ارجوكم اللي هيطبق الطريقه دي يكتب لي في الكومنتات اثرها عليه ايه. اتفقنا؟ صباح الفل. لايك بقى، يعني ما استاهلش لايك، ولو خسيتوا بقى وتمام لايك برضه. السلام عليكم.